التخصص بيشمل حاجات كتير قوي، يعني من ضمن الحاجات اللي الناس مش عارفاها ان احنا بنعالج كمان تاخر البلوغ عند الاولاد. تاخر بلوغ عند الاولاد. يعني الاطفال الصغيرين، مشاكل الاطفال الصغيرين، الخصيه المعلقه. بعض الاولياء الامور بيجوا لنا كتير بيشتكوا ان الاعضاء التناسليه عند اولادهم صغيرين، هل ده طبيعي ولا ده مش طبيعي؟ يعني انا كده في الحاجات دي ما نروحش لدكتور اطفال، هو المفروض دكتور صحه جنسيه للذكور. بالنسبه لتاخر البلوغ عند الاولاد، مهم. هو اول واحد يقدر يتعامل معاه هو الدكتور جراحه امراض ذكور، لان هو اللي دارس الموضوع اكتر، عارف تفاصيله اكتر، عارف هو بيتعامل مع ايه المشكله فين بالظبط، وايه طرق العلاج. طب نخش في ايه النصايح بقى اللي ممكن نقولها للاهل دلوقتي اللي ممكن يكونوا بيتفرجوا على ايه العلامات اللي ممكن ياخدوا بالها انها موجوده عند اطفالهم، ففي الحاله دي يروحوا للدكتور ذكور، لان فعلا بتبقى المعلومه مش موجوده. اول حاجه خالص هي موضوع الخصيه المعلقه، دي اكتر حاجه احنا بنقلق منها، واكتر حاجه بنسميه عامل الوقت فيها مهم قوي. مهم. تمام، يعني ما نسكتش لما يبقى بيبي مولود وعنده خصيه معلقه والموضوع عدى اكتر من سنه. لو عدى عليه اكتر من سنه ودكتور الاطفال ما لاحظوش، وده بيبقى صعب شويه، او لاحظوا ونبه الاهل لكن الاهل ما تجاوبوش، قالوا ناجل شويه لما يكبر، للاسف ده مشكله كبيره، لان ربنا خلقنا الخصيتين بيبقوا موجودين في جدار البطن من جوه، ويبتدوا ينزلوا في الكيس الصافن مم. بره، ده عند الولاده او بعد الولاده بفتره زمنيه بسيطه، في خلال 3 شهور بعد الولاده. لو اتاخر عن كده، ارتفاع درجه حراره الجسم بتاثر بالسلب على الخصيه، مم. وحتى تنزيل الخصيه بعد كده ما بيفيدهاش خالص. فمهم جدا ان احنا نقول للاب والام لو عندكم طفل عنده خصيه معلقه، لا لازم نسال دكتور باسرع وقت ممكن. تاني حاجه برضو بنخاف منها فتره اللي هي البلوغ، اللي هي سن 12 13 سنه، بيحصل حاجه هي نادره شويه لكن مهمه جدا وخطيره قوي، حاجه اسمها تورشن تيستس او التواء في الخصيه. مم. ان الخصيه يبتدي تلف نتيجه في الفتره دي الخصيه تبتدي تكبر، حجمها يبتدي يكبر. الولد بطبيعته في الفتره دي بيبقى اكتف قوي، يتحرك كتير، يتنطط كتير، فوارد جدا يحصل حاجه اسمها التواء في الخصيه. مشكله التواء في الخصيه ان الخصيه بتلف في مكانها والاورده والشرايين بتاعتها بتتقفل، ودي مم. مشكله مهمه جدا وطارئه، دي لازم لو حصلت لازم نطلع على اقرب مستشفى طوارئ فيها دكتور ذكور. لو ما لقيناش يبقى اقرب مستشفى جامعي ونطلب ان احنا نتحول لقسم الذكور. ليه؟ لان الخصيه دي لازم تتعالج في خلال 6 ساعات، والا هيحصل مشكله ويحصل ضمور في الخصيه دي. تمام. بالنسبه لتاخر البلوغ، احنا ما بنحبش نقلق على الاولاد خالص غير لما نوصل لغايه سن 14 سنه وما حصلش علامات البلوغ. واول علامه من علامات البلوغ مش هي الصوت التخين، مش هي ظهور الشعر والدقن وكان كل، لا، اول علامه من علامات البلوغ هي كبر حجم الخصيتين. ان حجم الخصيتين في مم. الاطفال الطبيعيين بتبقى قد حبايه الفول تقريبا. تمام. اول علامه من علامات البلوغ ان الحجم الخصيه يبتدي يكبر، ودي بتطمنا احنا ان احنا الولد ده كده دخل في بلوغ خلاص. طب حضرتك وانت بتحكي انا بحس ان الموضوع سهل اكتشافه، والمفروض ان الموضوع هيتعالج بسرعه، ولكن من تجربه الواحد والحالات اللي كان شافها ان لا، في ناس كتير بتعاني من ان هو كان حصل له التواء في الخصيه وما اتعالجش، كان حصل له خصيه معلقه، او فاكر حالات كتير كده كانت بتيجي بالظبط. في المركز وما اتعالجتش. فايه اللي حصل بحيث الناس ما خدتش يعني ما خدوش بالهم ليه لو الموضوع سهل كده؟ المعلومه، ان الناس ما عندهاش المعلومه، لان الناس لو عندها المعلومه هتعرف ان دي ريد فلاج او علامه حمراء او حاجه خطر لازم اتعامل معاها بسرعه. دي اول نقطه. تاني نقطه ان هو ما بيروحش لدكتور متخصص، اوكي. يعني ممكن يروح لدكتور بس هو مش كفء في المجال ده، فممكن يشخص غلط. يعني حالات زي حالات التواء الخصيه دي ساعات كتيره الدكاتره بتشخص على انها التهاب في الخصيتين، ويدي العلاج مضاد حيوي للولد وخلاص، ويقول له روح تاخد العلاج المضاد الحيوي ده وخلاص. بتكون بعد عدت فتره الست ساعات الالم اللي بنتكلم بالظبط، عليها. بعد فتره الالم بيروح لان خلاص الخصيه ما بقاش فيها احساس نتيجه انها خلاص تقدر تقول انها ضمرت، حصل وتبتدي ضمور. حجمها ابسط، حجمها يبتدي يظهر وبس. فهي دي الفكره، ان هو يا اما الاهل او المريض نفسه ما عندوش معرفه كافيه بالمرض بتاعه، يا اما الدكتور اللي راحه ما كانش متخصص. هي دي المشكله. بس انا خدت بالي من الحاجات اللي انت بتقولها ان فعلا فيها حاجات هي ممكن ما تلحق. انت بتقول مثلا اول علامه من علامات البلوغ كبر حجم الخصيه، المعلومه دي انا ما كانتش عندي اكيد وانا صغير، تمام بالظبط. واكيد مش موجود عند معظم الناس، بالظبط. فسهل جدا ان ما نعرفهاش. نفس الكلام في التواء الخصيه، احنا قلنا ان هو لازم نروح، ده ممكن اروح لدكتور وكمان يشخصني غلط. بالظبط. الخصيه المعلقه انا متهيألي دي من الحاجات الصعبه بصراحه انها تتشخص من الاهل متاخر. الا لو هم عارفين الحاله كويس جدا. بالظبط. آه، هقول لك، هل الاهل المفروض ان هم يبصوا على ابنهم كل شويه في اعمار معينه مثلا، ولا المفروض يعملوا هو ايه؟ المفروض ان هم اولا بيبقوا متابعين مع دكتور اطفال، واغلب دكاتره الاطفال عندهم اوير بالحاجات دي، مم. عندهم معرفه بالمشاكل دي، وهو دايما بيوجههم. لكن احيانا الاهل او الدكتور ما بيبقاش ستريسفول قوي مع الاهل على النقطه دي، ان الولد عنده مشكله ولازم نروح. تمام. فبعض الاهالي ياخدوها لايتلي، ياخدوا الموضوع ببساطه كده، طب يعني ايه المشكله لما يكبر شويه؟ طيب هو دلوقتي مم. الولد لسه صغير، مش هعمل له عمليه وهو لسه بيبي عنده سنه سنه ونص، انا هستنى لما يشد حيله شويه يبقى عنده اه 5 6 سنين ونعمل له العمليه. تمام. طبعا التاخر ده مش في صالح الولد.